مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام من خلال شاشة قناة النيل الثقافية، ومن خلال تواجدنا معكم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال57 بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، وزي ما قلت في البداية ضيف الشرف دولة رومانيا، وأيضا شخصية هذا العام هي الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل. وكمان زي ما قلنا ان كل العالم وكل الدول بتنتظر هذا العرس الثقافي، فاسمحوا لنا نلتقي بإحدى المشاركات في معرض القاهرة الدولي للكتاب، دكتورة نادية هاشم، باحثة ودكتورة في التاريخ والحضارة الإسلامية، مشاركة بكتاب تاريخ الاستشراق اليهودية. أهلا بيكي دكتور نادية. اهلا بحضرتك وبالجمهور الكريم، وشكرا على الاستضافه، ومبارك المعرض السنه دي ان شاء الله. منورانا دايما ومنوره المعرض. اهلا بيكي. ايضا هتكون معانا دكتور ايناس جلال الدين الناقده الموسيقيه، واعتقد انها هتكون ليكي ندوه بعد قليل، صح كده؟ اولا مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين. اهلا بيكي معانا. اهلا شرف ان انا معاكم في النيل الثقافيه. ان شاء الله النهارده عندنا ندوه عن مئويه الفنان الكبير احمد منيب. كلنا بنعشق هذا الفنان الراحل القدير اللي اثرى الحياه الموسيقيه بالغناء الرائع. ان شاء الله تكون ندوه موفقه باذن الله. دكتور نادية، عايزة أتكلم بقى عن يعني كتاباتك في أو دراستك في التاريخ والحضارة الإسلامية. دي أول مشاركة ليكي بهذا الكتاب، ولا شاركتي في الأعوام السابقة من خلال وجودك في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ حقيقة أنا شاركت في كتب أخرى مشاركة، بس ما كانتش في معرض الكتاب في دول عربية يعني، لكن ده أول نشر ليا داخل المعرض وداخل بلدي، فأنا أتشرف بذلك. وأتشرف أن يكون أول تغطية مع حضرتك، وأتمنى أن يكون يعني ولو يسد ثغرة قليلة يعني في هذا الحقل الكبير اللي هو دراسة تاريخ الاستشراق. هو الحقيقه بدايه دراستي لتاريخ الاستشراق كانت منذ التحاقي برنامج الدكتوراه بكليه الاداب جامعه القاهره. فلفت نظري جدا ان الكل يصنف طبعا هو لاحظت ان كل يصنف استشراق الماني على حسب الجنسيه، استشراق انجليزي، ولكن كله يغفل او بعض الدارسي الاستشراق مدى اهميه وخطوره الاستشراق اليهودي على وجه التحديد يعني. وخاصه بالنسبه لدراستي العليا وهي التاريخ والحضاره الاسلاميه. طبعا. بصي حضرتك، هو المستشرقين اليهود حقيقة كتاباتهم يعني كثيرة جدا جدا، وخاصة في هذا الحقل التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية والقرآن الكريم والحديث. لا، هو تاريخ الاستشراق كان هناك عدد من الذين سبقوني، لكن أنا الحقيقة حاولت في الكتاب هنا أوضح التوظيف الأيديولوجي لفكرهم، لأن اليهود عامة لما بيقوموا بشيء مش بيقوموا بيه اعتباطا، هم موظفين كل شيء وعلى فكرة هم في كتاباتهم لا يصرحون أن هم يهود. حضرتك لما تدرسي تراجم او الشخصيات هتعرفي حضرتك ان هم عند حضرتك في الكتاب حوالي 53 ترجمة لمستشرق يهودي، وما زال هناك الكثير الذين لم اذكرهم يعني، او الكتاب لم يصفهم. نادية، برجع ليكي مرة ثانية عن المنهج المستخدم في كتابك تاريخ الاستشراق اليهودي بين المنهج الايديولوجي والاستشراق.
الحقيقة سؤال حضرتك مهم عشان نقدر نفهم الاستشراق اليهودي كانوا شغالين ازاي. هم الحقيقة استخدموا عدد من المناهج، أولها المنهج الفيلولوجي أو اللغوي. يعني هم كانوا بارعين جدا ويمتازوا عن بقية المستشرقين الغرب في ان هم اتقنوا اللغة العربية واللغات الاخرى كالفارسية، فابهروا الحقيقة الاوروبيين بذلك. ولذلك مع بداية انشاءات مراكز دراسة الشرق عامة في القرن ال 18 في اوروبا اداروا تلك المراكز، زائد ان هم طبعا بيستخدموا المنهج الانثروبولوجي والسوسيولوجي. دي مناهج في دراسة المجتمع والتاريخ عامة، ربط المجتمع بقصص. وهنا الخطورة بان هم كانوا بينتقوا المصادر اللي بيكتبوا بيها التاريخ، بما اني اخصائي في التاريخ فاقول لحضرتك ان هم انتقوا احيانا كثيرة، وده انتقاء قد نقول يعني عشان نقول ان هو في الغالب كان متعمد، عشان خاطر ما نبقاش يعني بنصدر احكام قاطعة، ولكن هنقدر نقول ان هم كانوا احيانا كثيرة بيتعمدوا عدم الاعتماد على المصادر الاسلامية الام، خاصة في دراسة التاريخ الإسلامي المبكر. طبعا وربطهم ما بين اليهودية والإسلام، ان هم يرجعوا أي حاجة في الإسلام إلى الديانة اليهودية. وأخيرا دعمهم للاستعمار أو سياسة الاستعمار الأوروبية، لأنها على المدى الأبعد هتدعمهم في مشروعهم الاستيطاني الكبير، عندما تحول يعني الاستشراق اليهودي إلى استشراق صهيوني ثم إسرائيلي. وجدتي صعوبة في كتابة هذا الكتاب تحديدا والاطلاع على اللغات اليهودية أو حبهم أو اعتناقهم أو معرفتهم الكبيرة باللغة العربية في دراسة الأيديولوجية الخاصة باليهودي؟ مشروع الكتاب ده عمره تقريبا 8 سنوات، فانا الحقيقه كنت اشتغل شويه وارجع، لكن هو صعوبه في دراسات كتابهم. لا، هم كتبوا بالعربيه كثير جدا وكتب عنهم، بس كتب كمستشرق عامه، ولم يتعمق احد في المنهجيه الفكريه اللي بتجمعهم كلهم. طبعا وعايزه اقول لك ان دراسه اليهود دراسه صعبه ومش صعبه في نفس الوقت. ليه؟ لان احنا عندنا في الدين الاسلامي القرآن بيقول، رب العزة بيقول في كتاب الله: واخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا عليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يعني حتى استخدام دقة القرآن هم يقتلون، يعني ما زالوا هم كذبوا في كل حاجة. ازاي حد هيكتب تاريخ عنك وهو اساسا يكذبك؟ نعم نعم. ايضا فيما يخص الندوة الخاصة بالفنان الكبير الراحل احمد منيب، اكيد وراء كل ندوة هدف ورسالة بنحاول نوجهها او نوصلها للاجيال القادمة اللي ما يعرفوش الراحل احمد منيب. يمكن يكون احد اهداف الندوة النهاردة فرصة كبيرة في معرض الكتاب، وجود اعمار مختلفة. يمكن زي ما حضرتك قلتي في شباب موجودين، احنا بنقدم من خلال الندوة وسرد لحياته ومشواره الابداعي. ايضا بنقدم العديد من اعماله من خلال فرقة الاستاذ خالد منيب او منيب باند زي ما بنقول. واكيد كل الاعمال هتلاقي نجاح كبير من خلال الشباب، سواء الكبار اللي حضروا مشوار احمد منيب او الشباب الصغيرين اللي بنأمل وهنلاقي اصوات جديدة كمان. أكيد. يعني من محبي احمد دايما ان هويتهم المصرية يتمسكوا بيها ويعرفوا ان احنا عندنا جذور في كل المجالات في كل الفنون، ويعرفوا ويفتخروا بمصريتهم. بالتأكيد. نعم. بشكرك دكتور إيناس جلال الدين الناقدة الموسيقية، وإن شاء الله ما تكونش آخر ندوة. أكيد في ندوات كثيرة في الفترة المقبلة عن عمالقة الغناء في مصر وعن تراثنا الغنائي الكبير اللي دائما زاخر بمواهب متعددة من داخل مصر. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك. بشكرك أيضا دكتور نادية هاشم، باحثة في التاريخ والحضارة الإسلامية، موفقة أيضا في تاريخ الاستشراق اليهودي وعن الصعوبات اللي واجهتيها، وإن شاء الله يعني تنالي كل التوفيق في هذا الكتاب بإذن الله. أشكرك جدا وتشرفت بلقائي معاكم،
واتمنى ان يكون الكتاب حقق الهدف منه. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدينا لسه مكملين معاكم في نقل فعاليات والتغطية المستمرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب زي ما قلت في دورته ال57 بمشاركة 1457 ناشر من 83 دولة، وضيف الشرف هي الدولة الرائعة الضيفة الجميلة على جمهورية مصر العربية رومانيا. وكمان زي ما قلت شخصية هذا العام هي الكاتب والأديب الراحل نجيب محفوظ، طبعا الحائز على جائزة نوبل في ذكرى تزامنه مع ذكرى وفاته ال20. تغطياتنا زي ما قلت ما زالت مستمرة وفعالياتنا مستمرة، والتغطية لكافة الندوات الموجودة في المعرض، والأبواب ما زالت مفتوحة أمام ضيوفنا الكرام ليس فقط من كل محافظات مصر ولكن من كل الدول المشاركة والدول الوافدة على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب. ولكن انتظرونا بعد قليل والزميلة هند القاضي في التغطية